صباح الأنوار، وأهلا بيك في كورس جديد. كورس إيه؟ دي 4 دي 5 إي 4، عشان كورس النهاردة يسمى بلاكمار دايمار جامبت. صديق للقناة طلبه الحقيقة عناية نبدأ ندرسه، لا بأس. انت لو عندك حاجة عايزنا ندرسها أشجعك تطلبها، أوعدك هكتبها في النوتة بتاعتي، وبلتمس منك تصبر عليا إلى أن يحين وقتها ونعرضها. طيب نرجع لموضوعنا. هذا الجامبيت انا عايز منه ايه؟ طبيعي لما بلعب انا بالقطعه البيضاء وبلعب الاي 4 انا عايزه يقبل البيضاء. بقول له خد هذا البيضك مجاني ان شاء الله، في المقابل انا هستفيد بانتشار سريع. جوز البيشوب مفتوح لهم، النايت هطورهم، وزيري مفتوح له، دنيتي حلوه. بس قبل ما اخدك في الكلام يحق له رفض الجامبيت بانه يلعب لعبه زي السي 6، وهذا السي 6 هو كاروكان. كاروكان ازاي؟ ده كاروكان ولكن باختلاف نقلات بس. كاروكان كان بيبدأ بالاي 4، وصلنا نفس الشكل بعد الدي 4، ترتيب النتائج اختلف ولكن النتيجة واحدة. او بلاش يقول لك انا مش بتاع كاروكان، انا بحب الدفاع الفرنسي الحقيقة، انا راجل ليا اصول فرنسية وغاوي فرنسي من زمان. وماله يعني، تعود على الفرنسي العب فرنسي. ولكن لحسن حظك وحظي ان اللعبة الاكثر شيوعا فوق ال 70% انه بيقبل الجامبيت، يقول لك اشكرك على البدء المجاني، ده الانجن بيحبني ومدين تفوق، وانا عايز هذا الجامبيت. هطور النايت تقول له اديني البدء بتاعي تاني. اللعبة الأكثر شيوعا يطور النايت تقول لي مفيش بادئ أحمي. إحقاقا للحق في نقلة ثانوية دي 5 هنغطيها في وقت لاحق، ولكن أنا عايز أركز في الخط الرئيسي دلوقتي. أول بيشوب اف 5، ولكن تعالى نركز مع الخط الرئيسي اف 3. بصراحة أنا عايز أودي النايت بتاعي للاف 3 والبدء بتاعك حيشو، فكل كمان بيدق وأنا أطور النايت بتاعي بشكل صح. وبرضو تاني عنده ألعاب زي هذا البيشوب أو يزيح عليا. لو زاح باكل. أقول لك على حاجة، ألعاب ثانوية هناخدها في وقت لاحق، خلينا مع الخط الرئيسي للاخر. الاستاذ ياكل وانا بعمل ايه؟ بستعيد بالنايت، وانا هنا في غايه السعاده. جوز البيشوب مفتوح لهم، النايت بتوعي طورتهم، هينطوا في جناح الملك قريب. رعب. جي 6 من حضرته، وهنا قدام اول تشعيبه. دي بقى التشعيبه الرئيسيه في الخط الرئيسي. ممكن يلعب الجي 6 ويفنكت البيشوب ويضغط على البدء المسكين بتاع الدي، ولذلك هذه اللعبه ليها شعبيتها. او بلاش في هذا البيشوب، او بلاش في هذا البيشوب، او بلاش في، هناخدهم كلهم، ولكن خلينا مع النقله الرئيسيه الاول لانها بتتشعب هي كمان تشعيبه صغيره. وعايز يفنكت البيشوب ويضغط على البيض بتاعي. ماشي، انا اطور البيشوب بتاعي وببص على البيض بتاع سيادتك. بالراحه يا عم، بالراحه يا عم، في ايه؟ بالراحه. يفنكت البيشوب بتاعه، ضاغط على البيض لا باس. ابيت وهو كمان يبايت، والدنيا لحد دلوقتي جميله ومستقره. اجيب وزيري للاي 1. بتجيب وزيرك للاي 1 ليه؟ عشان عايز اوديه للاتش 4. بيشوب بتاعه بيطوره، يقول لي خلي بالك من البدأ ده. اتش 4. هبدأ هجومي على جناح الملك عندك، واوعى الكش مات يا عم الحاج. يقول لي مش همك البدأ؟ بدأ ايه؟ بقول لك انا داخل اديك كش مات. يطور النايت بتاعه، وفي ضغط اخر على البدأ بتاع دي. خلي بالك النايت كمان لو مشي، البيشوب المتفانكت ده هيبقى ضاغط على البدأ بتاع دي. الوزير بص على البدأ بتاع دي. طيب اتش 3 من حضرتي، البيشوب ما يجيش هنا، النايت ما يجيش هنا، انا اللي بهجم مش حضرتك. طيب. النايت كمان لما يجي هنا هيوفر دفاع لمربع الاتش 6، وده انا مش حاجه مش عايزها برضه. طيب ما علينا. خلي بالك بقى من حاجه. الفكره بتاعته دلوقتي الرئيسيه ايه؟ يقول لي ان وزيري ضغط على البدء بتاع دي، النايت ضغط على البدء بتاع دي. صحيح وزيرك والنايت حامينه دلوقتي، بس خلي بالك يعني، خليت بالي. خلي بالك من حاجه كمان.
البدأ بتاع السي عندك ضعيف، البيشوب بتاعي باصص عليه، هاخده. بقول لك انا داخل ديك الشمال، بادئ ايه بس؟ البيشوب بتاعي الاول عايز اخلص من هذا البيشوب بتاع سيادتك المتفنك ده ونعمل لك اضعافات. يقول لي بمنتهى السرور هاخده. طب ما انا هستعيد. يقول لي حلو. بدأ دي عندك بقى مضغوط عليه بوزيري وبالنايت ومحمي بالنايت، بس هذا البدأ سيسقط. اقول له بدأ ايه؟ انا جاي اديك كش مات. يقول لي طيب اديني البدأ بتاعك. بقى معايا 3 بيادق دلوقتي ولسه ما عملش اي حاجه. معاه الراجل 3 بيادق زياده. وضع مرعب. لا مرعب ولا حاجه. النايت بتاعي شيلته، كان النايت بتاعك بيفكر ممكن ياخد ولا حاجه. انا بقى خسران 3 بيادق، بس مش هاممني، انا عايز قطعه يحتفظ بيها، مش عايز اكسر، خلي بالك، عشان خاطر انا عايز استغل كل قطعه في الهجوم. طيب لو تخلصت من النايت بتاع حضرتك، هذا النايت لو انا عرفت اتخلص منه، هذا البيدق اصبح في الهشاشه وفي مات ان شاء الله. يقول لي طيب النايت بتاعي مهدد وزيرك. وزيرك خبر وحش عايز اقوله لك ملوش حته يروح. اه يا حضرتك انا ما بخافش، هضحي الرخ عشان تستعيد، وانا ولا بيهمني، في مات جايه، في مات جايه. الاستاذ هقول له بقى انا هطور هذا النايت عشان ان شاء الله اتخلص من النايت بتاعك دوت ويبقى في مات على طول. يزيح. بتزيح ليه يا عم؟ يقول لي شايف البيشوب ده ولا نسيته؟ اه شايفه. البيشوب ده انا عايزه يراقب هذا البيدق. البيشوب دوت يراقب ايه؟ البيدق ده. مين اللي بيعوقه؟ البيدق اللي في الوسط. زحناه، فتحنا خط الامداد، خلاص مفيش مات ولا حاجه. انت عارف انا واخد منك رخ زياده و3 بيادق، ولا يهمني، المات جايه. هجيب الرخ بتاعتي وبقول له كلها، رخ زياده كمان عشان اديك المات بقى. دي مات بقى خلاص. فالراجل طبعا مش هياكل الرخ، يقول لي انت فاكرني تلميذ ولا ايه؟ الوزير بتاعي بيحمي النايت اللي انت عايز تتخلص منه. اجيب الرخ بتاعتي، يقول لي هاكلها. اقول له هديه مقبوله، انا تخلصت من البيشوب عشان خاطر هذا البيدق بقى مفيش بيشوب بيحميه ولا حاجه. الراجل واخد مننا على فكره رخين و3 بيادق، واحنا واخدين منه فيل وحصان بس، في تفوق له 7 في القطع يعني. بس الوضع دلوقتي صفري رغم كل هذا الامر. استنى بس اتفرج، ده الموضوع لسه هيحلو. طيب الراجل يشيل ملكه عشان النايت بتاعك ما ينزلش بكش. هاكل هذا البيدق، والاستاذ هيعمل ايه بقى؟ هيضطر ان هو يجيب الرخ بتاعته ورا وزيره عشان خاطر البيشوب بتاعي المسكين دوت، يعني لعله بيفكر يبص عليه او يطلع عليه بشكل او اخر. طيب ما علينا. انا هعمل ايه؟ النايت بتاعي يروح للاتش 5. ليه؟ خلصني من هذا النايت وديني هذه الكشمات. ما انا البيشوب بتاعي بقى بص على البيت، ممكن في حمايه البيشوب اديك المات اللي انا عايزها. يقول لي مفيش الكلام ده، فاكرني تلميذ ولا ايه؟ الملك بتاعك يمشي، هاكل على طول النايت، وبعد ما اكل هذا النايت انت ايه اللي هتعمله بقى؟ هستعيد بقى لاول لحظه في الدور بقى في ماتيريال متساوي. خدت منه وزير وبيشوب وهو خد منه رخين وبدايين، ماتيريال متساوي لاول مره في الدور من أمل يعني. المهم الراجل ما يهموش هذا الكلام، هو يهمه ان هو منع الايه؟ المات. يجيب الرخ في وش الوزير، نشيلها، يهدد، امشي ولسه حامي البيشوب وحامي النايت، ياكل، وانا اشيل الوزير بتاعي عشان بقى ينزل هو يهدد مثلا الوزير، اشيله تهديد للرخ، يشيل الرخ، حضرتك تاكل بيدق يعني. يستمر التفريع بقى، تفتح الانجن، هذا الشكل صفري. الانجن بيقوله طلع الرخ بهذا الشكل. ما علينا، الوضع
شئنا ما أبينا هو إيه؟ صفري. وده كان التفريع الرئيسي في الشكل الرئيسي في الخط الرئيسي. تعال نرجع من البداية عشان نشوف فكرة تانية، وتعالى نعيد نقلاتنا بسرعة، عشان أنا بعد ما ياكل أطور النايت عايز يفنكت البيشوب، أبيت هو يبيت. كل اللي فات خدناه بعد ما يلعب البيشوب الاف 5. على فكرة البيشوب الاف 5 ممكن يبدأ بالنايت، هي نفسها نفس التفريع هو اختلاف ترتيب نقلات بس، يعني سواء بدأ بالنايت أو بدأ بالبيشوب هي اختلاف ترتيب نقلات. طيب تعال ناخد بقى الفكرة المختلفة. البيشوب لو راح للجي 4 ضغط على النايت، ماشي، وزيري رايح جناح الملك، نفس الخطة الهجومية، يقول لي ياكل هذا النايت اللي بيحمي هذا الايه؟ البيتا. استعيد. طب على كده الوزير بتاعك بس هو ضغط على البيتا، جبت نايت كمان يضغط على البيتا، البيشوب هيحمي البيتا. طيب وزيره بيطوره بهذا الشكل ليه؟ عايز يجيب رخ وراه. جبنا رخ تحمي البيتا، جاب كمان رخ وراه. اشيل الماج بنقله وقائيه عشان الاستاذ ينزل يقول لي اديني البيشوب. خلي بالك الوزير كمان حمى النايت، سمح له انه يعمل هذه الحركه. سحبنا البيشوب، يقول لي حلو، البدء بتاعك هيسقط، هاخده. هنا بقى انا عامل لعبه فيها شغل شويه. الرخين ضاغطين على الايه؟ اولا الحصان الاولاني دوت مضغوط عليه بالوزير وبالرخ، فهو لازم يشيله. بس لو شاله الحصان التاني هيبقى مضغوط عليه بالوزير والرخ وهو محمي بالايه؟ بالوزير والرخ وبس. فالحل الوحيد ان هو ايه؟ يثبت الحصان عشان يمنع خط الامداد بين الوزير والايه؟ يعني ما يتفقوش على ايه؟ النايت. عايز امشي الحصان، البيشوب بتاعك غير محمي، هطلع اهدد وزيرك، الاستاذ ياكل، استعيد بالنايت، يستعيد هو بالوزير، اكل وهو هنا يهدد الرخ، انزل بالرخ. وفي النقلة ديت انا خدت منه الرخ وهو خد مني حصان وبدايين. الماتيريال متساوية، ولكن هو الراجل برضو حق الحق، هو يعتبر عمل لي احباط وتحجيم للهجوم بتاعي. وده كان خط اخر بيتلعب اقل ولكن فيه افكار تانية. اتمنى تكون متشوق تكمل السلسلة ديت، اتمنى تكون استمتعت بيها. سبسكرايب لو مهتم تشوف اللي جاي منها، واشوفك الحلقة الجاية على خير، وسلام.